توقف عن التصريحات الصحفية، لكن اليوم أعلنها بلا رجعة أنه راح يعتزل حتى التحليل الرياضي والتصريح لوسائل الإعلام، ولن يكون معنا حتى في البرنامج. قرار أنتم من ساهمتم به، وأنتم من تتحملون وزره، لأنكم أنتم تحجرون على الرأي وتنادون بالديمقراطية. عمار علي. محمود غندوز نجم الجزائر ومعنا. طوال عمرنا نسمع بأن اللاعب الفلاني قد اعتزل اللعب وترك الكرة من غير عودة، وقد تكون العودة ببعض الأحيان للتدريب أو لشيء آخر ليس ببعيد، لكننا لم نسمع بيوم من الأيام بأن محللا رياضيا قد اعتزل التحليل. نعم، محلل يعتزل التحليل لأنه ذاق المر من جراء كلمة صريحة قالها أو رأي يراه هو بالصائب، وغيره من المحللين أو الصحفيين على سبيل التحديد يشاهدوه منافيا. محمود غندوز المدرب والمحلل الرياضي وقائد كتيبة الخضر سابقا، ومن أشهر المدافعين الذين عرفتهم الجزائر، يختار اعتزال الكلام نهائيا بعد أن كان ضيفا بصدى الملاعب لتحليل مباريات أفريقيا، سيما وبلده على قائمة الأسماء الموجودة هناك. لكنه فاجأنا باتصال هاتفي يقول فيه بأني لن أكون ضيفا مرة أخرى بصدى الملاعب وبأي برنامج آخر يتحدث عن كرة القدم. صعقنا لأنه لاعب مهم على ساحة الصدى، وقررنا الاستفسار أكثر لكي نكون أقرب من حقيقة قراره هذا، فكان الجواب على لسان غندوز. قبل كل شيء السلام عليكم، نحيي مصطفى والضيوف ونحيي كل الشعب الجزائري وخاصة منهم الجمهور الرياضي. يعني قرار خديته، يعني لأن أنا جيت مع مصطفى نحلوا لنا كاين فيه 3 بلدان عربية وليس الجزائر بس، ولكن في من الحصة يعني تاع تحليلية لقيت نفسي يعني نشتم من بعض الشباب يعني المحمسين اللي بصراحة يعني راحوا شوي بعيد في كلامهم، وخاصة منهم يعني النساء اللي يتصلوا كثير. وتعرف النساء يعني بصراحة يعني واحد كرجال ما يقدر يواجههم، وهذه الأخلاق والتربية تاعنا يعني ما نقدروا نجابوا النساء أو ولكن هذه تكررت كم من مرة، وصلت حتى التهديد. وأنا فضلت يعني أنا قلت هذه كرة قدم، وكرة قدم هي يعني حضارة والأخلاق وتربية. ما نسمحش لحد يتكلم في مكاني، لأنني أنا مدرب وأنا رياضي. واحد يتكلم التحليل في مكاني أو واحد يعرف أحسن مني إذا ما كان من الميدان ما نتقبلها، وهذا الشيء اللي ما تقبلته. الصحافي عنده شغله، المهندس عنده شغله، كابتن محمود غندوز عنده شغله هو الرياضة، والرياضة أنا نتكلم فيها. هو حد ما يقدر يملا لي كيف لعب المنتخب الجزائري أو كيف لعب المنتخب المصري أو كيف لعب الكاميروني. أنا صاحب الشأن. بنهاية المطاف قد خسرت ساحة الإعلام الرياضي وزنا من أوزان التحليل الكروي، لأنه لاعب ومدرب ويفهم بكرة القدم أكثر مما نفهم نحن بآلاف المرات. لكن الأمل بأن يعدل أخوتنا بالصحافة المكتوبة من خطهم الهجومي لكي لا نخسر المزيد من الأسماء اللامعة. عمار علي، صدى الملاعب. وأنا عبر هذا المنبر أدعو محمود غندوز أن يعيد النظر في قراره وأن يعود، لأنه هيك بيخلي الناس اللي حكوا يفوزوا. ارجع، لانه اليوم انا مثلا قريت في موقع كره مثلا الاخ خالد صالح بجريده الدافع عم بقول الا يجوز ما قاله غندوز، وقال انه ما يقوله غندوز الكثر يقولونه لكن لا يعلنونه. كثير من الناس، يعني الاخت نزيه عم تقول ناسف للتعليقات التي نالت من محمود غندوز، فهو كان ولا زال نجما وخدم الكره الجزائريه. الاخ عمي موسى من ولايه جليزان وبن عيسى محمد وميلو فحام ومسوسي حما وغيرهم، نحترم غندوز ونحترم سعدان، كلهم يحب الجزائر وكلهم بطريقته، كل واحد له طريقه تعبير.
وصلنا لمرحله صعبه قوي، مرحله مرحله من الملل ومرحله من الاستخفاف، من القرف، لانه حتى اللي عم يحكي عليه بجوز ما لعب كره ولا بيفهم برياضه بعد، والاستخفاف بعقول البشر كمان. اديني واحد في الجزائر مقتنع بمستوى منتخب الجزائر في المباريات الاولى في كاس الامم الافريقيه. اعتقد ان مفيش حد مقتنع، وهو جندوز يتمنى المنتخب الجزائري يفوز في كل مباراه تكون احسن ما يمكن وهيتكلم عليه كويس، ولكن الصراحه في يوم من الايام في الوطن العربي في صراحه شديده جدا بتجرح ناس كتير جدا، مع ان المفروض بس مش توصل للتهديد. المفروض احنا بنتكلم عشان ديمقراطيه، بنتكلم عشان نتكلم بصراحه، بنقول راينا على المباراه اللي احنا شايفينها. لا احنا بننتقد سعدان ولا بننتقد لعيبه ولا بننتقد علم بلاد ولا بننتقد الدوله كامله، احنا بننتقد مباراه واحد لعب فيها كان سيء، لعيب سيء، الناحيه الفنيه سيئه. ده اللي المفروض ياخده لم نتعلم كيف نختلف اطلاقا. احنا نختلف، يعني انا ضدك ودي طبعا احنا نشبط في بعض ونشتم في بعض. اكبر عيوب الاعلام العربي. نعم. لان الاعلام العربي زي ما قلت لك المشاهد مسير وليس مخير. نعم. الاعلام بيسمع ناس كتير بتتكلم، وانصاف الاميين صاروا على الشاشات وصاروا يقودوا البشر للاسف. شو يعني مشكله كبيره. نحن يعني هيدا موضوع انا بعتقد انه حديث ساعه. بتعرف جندوز قديش قوي، يعني قديش واصل مرحله من الضغط ومرحله عم بقول لك تهديد يعني حتى بجوز عيلته وبيته. المشكله انه نحن صار كل الناس عم تتصرف بطريقه اذا مش معنا ضدنا. يعني انت اذا بتقول كلمه على فريقي او على مدربي، انا اسالني انا ده يعني انا تبهدلت. بس صارت الشغله كثير مفضوحه وبطل لها حدود. يعني محمود قندوز هلا اعتزل، بكره غيره بيعتزل، اخر شيء بتبقى الساحه لمين؟ لبعض مسيحه الجوخ. خلاص انت الاسبوع اللي فات تستنى تقول المنتخب الجزائر لما خسر من ملاوي نطلع نقول للجمهور ده كان فريق حلو عظيم، منتخب ممتاز. ربح سعدان قدم مباراه كويسه جدا، اللعيبه كلهم بسم الله ما شاء الله كانوا ممتازين في المباراه، قدوا مباراه عليكم وخسروا 3-0. ازاي؟ واحد قال لك الفرقه خسرت 3-0، خسر 3-0 ما معناها ان المستوى كان سيء من حارس مرمى راس حربه للمدير الفني. دي حقيقه، والناس بتزعل من الحقيقه ليه؟ دي حقيقه فعلا مباراه. ما بنتكلمش على تاريخ الجزائر، ما بنتكلمش على تاريخ مصر ولا تاريخ تونس، بنتكلم على مباراه. لازم المشاهد او الراجل الاعلامي يعرف لما بيجي يطلع محلل يتكلم بيتكلم مع كابتن مصطفى على مباراه 90 دقيقه، ايه اللي نجح فيها وايه اللي فشل فيها. عموما احنا بتصور كعرب بدنا كتير. انا بتتذكر كتبت من يومين مقاله في الشرق الاوسط ديمقراطيه مصادره الراي. ده احنا هي دي بعدين لازم نتعلم كيف نتقبل الهزيمه قبل ما كيف نتقبل النقد. يعني هيدا عندنا عار نتقبل الراي ما نتقبل الهزيمه. يعني اذا بعدنا بهالنقط مختلفين، فكيف بدنا نوصل يعني ناخذ كاس العالم بعدين؟ ادعو الحكومه الجزائريه، ادعو الاخ عز الدين ميهوبي وزير الاتصال الجزائري ان يبادر بالاتصال الى محمود قندوز، وانه ما له علاقه الاخ عز الدين، لكنه كاتب وشاعر ويعرف ويشعر بمشاعر الاخرين. انت عارف ليه يا كابتن مصطفى كمان؟ انا اسف، محمود قندوز ده راجل شال علم بلاده 82 كان فخر ده لعب لما كان الجزائر. يعني هي مش مجامله ليه عشان بيطلع في صدر الملاعب فتحها ولعب، ومش مجامله عشان محمود قندوز لاعب خبره، لاعب كبير جدا، لاعب عنده اسم كبير، عمل تاريخ مع الجزائر في كاس العالم 82. اعتقد ان محمود قندوز ما يستاهلش كده من الجزائر، ويستاهل اكتر من كده من عز الدين الميهوبي وزير الجزائر. عم بقول انا مقيم في دبي. قندوز كنت احسن قلب دفاع في الجزائر، وان شاء الله ترجع للدفاع عن حريه الكلمه. نحن معك يا قندوز، واللي مش معك وانا يعني اسف اقول هذا الكلام اتقوا الله في هذا الموضوع. بعد الفاصل نذهب الى دوري زين السعودي، وقبل يوم الحسم المفترض الاتفاق عادل الشباب ونجران هزم الفتح والاهلي فرمل الوحده. في مباراه دوليه